السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم نعمة ان شاء الله. هنا كده قناة يوميات مروة. هنا بقى عملت لكم البوريك الجميل ده. تعالوا نشوف بقى المكونات ايه. هنا عندي كيلو دقيق، عندي ربع كوباية زيت، عندي علبتين زبادي، 3 معالق لبن بودرة، ملح، عندي ورقة بيكنج باودر، ورقة خميرة بيرة. هنا حطيت المية الدافية، طبعا ربع كوباية مية دافية على معلقة سكر، على معلقة كبيرة كده من الخميرة. تمام، ودوبتها وهسيبها كده تتفاعل مع بعضها. سر نجاح العجينة تكون الخميرة كويسة جدا. هنا انا ركنتها كده على جنب، وجبت بقى بولة كبيرة حطيت فيها كيلو الدقيق بما يعادل 8 كوبايات دقيق. تمام، حطيت فيها ذرة الملح، وحطيت فيها لبن البودرة، وحطيت فيها البيكنج باودر، معلقة كبيرة برضو بيكنج باودر. وهقلب المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. دي البيكنج باودر. هنجيب بقى هنقلب كده كويس جدا. هنجيب الخميرة اللي اتفعلت، هتشوفوا معايا بالظبط كده. وكنت لو سبتها اكتر من كده كانت اتفعلت اكتر، بس كده خلاص نجحت معايا العجينه. طالما هي اترفعت معايا خلاص كده ان هي الخميره ناجحه جدا. هنا بقى حطيت ربع كوبايه الزيت، حطيت علبتين الزبادي، حطيت معلقتين من الخل، وبعد كده حطيت معلقه الصلصه. انتوا عايزين تكتروا يعني 3 معالق صلصه، عايزين تخلوها باينه قوي ان هي حمرا دي او لونها احمر كده، حطوا صلصه 3 معالق صلصه. انا اكتفيت بس بمعلقه واحده. انا ما كنتش عايزاها تحمر. او بعد كده بقيت ان انا اعجن بالميه الدافيه دي. تمام، هسيبكم بقى هعجن وهرجع لكم تاني كده. هنا كنت رجعت لكم تاني، وكنت خلاص بملك فيها كده، وخلاص هسيبها بقى تخمر. تمام يا حبيب قلبي، هي تبقى ملسقه كده معاكي عادي جدا، ما تبقاش خالص قوي يعني ملسقه، بس ان هي تبقى يدوب لسقه كده بسيطه في ايدك. هنغطيها كده ونسيبها تخمر. وهنا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. كده خمرت معايا. حبيب قلبي ما تنسوش اللايك، انا نسيت اقول لكم دوسوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان اوصلكم كل جديد. هنا كانت خمرت معايا بسم الله ما شاء الله، وقطعتها كده على 4 حتت كده قطع. خطيت في الطبق اللي انا خطيت فيها الكوره دي، كوره العجين، خطيت رشتها دقيق عشان ما تلصقش معايا في الطبق. وابتديت ان انا اقطع كده على 4 كور زي ما انتوا كده شايفين يا حبيب قلبي. صحيت الصبح انا كده كانت حوالي الساعة 7. دخلت المطبخ عشان اعمل لي كوباية لبن، ما كانش فيه حاجة، فقلت لا تعالوا بقى انا اعمل معاكم البوريك ده. يعني هو زي ما انتوا سميه بوريك، عيش بالجبنة، اي حاجة، بس قلت ان انا حاجة كده افطر بيها طالما مفيش حاجة نفطر بيها. عملت بقى البوريك ده مع كوباية اللبن، ما شاء الله كان تحفه. هنا بقى كنت دهنت صينيه كبيره كده، بما هي كيلو بقى مش هحط كل شويه في صينيه كده، يعني صينيتين 3 كده هتبقى كتير معايا. فانا قلت هجيب صينيه كده الفطار معايا، ودهنتها كده شويه زيت. وابتديت ان انا افرد اول عجينه كده زي ما انتم شايفين، وغطيت بقى العجين، غطيت العجين اللي انا قطعته كده برول ستريتش. واخدت اول واحده بعد ما ارتاحت 10 دقايق كده، واخدت شويه دقيق كده عشان ما يلصقش معايا وانا بفرده. رشيت شويه دقيق واخدت اول واحده كده، وابتديت ان انا افرده كده. ومعايا القطاعه، اي قطاعه، كوبايه، اي حاجه. دي كانت معايا بس السكريه كده، كانت استلستين، كانت سنها حاند كده، فانا ابتديت ان انا اخدها علشان تقطع معايا كويس جدا. وهنا كانت السمك، انتوا عايزينه زي كده، عايزينه اخف براحتكم يعني. انا بس هو كده سمكه حلو. فبس كده قطعت الكميه، هقطع الكميه كلها وهرجع لكم تاني. طبعا دي كميه كتيره جدا، وان انا افرد واقطع وافرد واقطع، وغير كده بيفضل يعني عجين كده صغير، بتبتدي ان انتي تعجنيها تاني كده في ايدك وتقطعيها تاني. فيعني كان
فكنت هطول عليكم في الفيديو. جبنه ميكس الجبن، وعندي جبنه براميلي. وهنا خطيت بقى خطيت الجبنه وابتديت ان انا ادوس كده على العجينه من الطرف، وخليتها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. يعني انتوا تدوسوا كده على الاطراف، بعد كده تدوها لفه كده بايدكم وتحطوها على الصينيه. هنا بسم الله ما شاء الله كنت خلصت الكميه الكيلو، يعني اوفر لكم وانضف كمان حاجه ان انت في البيت عاملاها، وفي نفس الوقت يعني كده تبقى اكتر من الكيلو اللي انت هتشتريه اصلا يعني، وبتكلفه بسيطه جدا. هنا بقى كنت بوديها هذا الفرن، كنت انا بس عملت لها كده دهنتها كده بشويه لبن وحطيت السمسم كده عليها. بسم الله ما شاء الله كان تحفه. وده عجين فضل انا كنت حابه اعمل الشكل ده بالجبن كده، وعليها كده فلفل وعليها رشه حبه البركه والسمسم. بسم الله ما شاء الله كان تحفه، بس نسيتها شويه في الفرن. ما علينا هناكلها يعني. زي السفنجه معايا بسم الله ما شاء الله كان تحفه جدا، جربوها مش هتندموا. وكانت هنا ماما جت من السوق كده جابت لنا شويه الحاجات، ويعني بطاطس وطماطم وبتنجان وكل حاجه كده الحمد لله. وعملنا انا وهي كده وفطرنا البوريك باللبن. واشوفكم على خير، مع السلامه، باي.